استمتعنا بمهرجان الربيع كالعادة. دي عادة سنوية بيني وبين ميرنا، وهو أنا مستنياها الساعة 3 عشان نحتفل بسنة 2022. صاحبتي كانت لابسة كروب توب وتنورة قصيرة وجميلة زي العادة. كان الجو غائم شوية بس مزاجي اتحسن بسبب الزحمة والناس. ميرنا شدتني نروح عجلة الفيريس عشان ناخد صور، وهناك لاحظت فرق بين المهرجان ده والمهرجانات اللي فاتت. في ماسكوت هاجي واجي واقف جنب محل ألعاب محشية. عايزة حضن؟ الماسكوت مد ايده ناحيتنا، بس ميرنا ردت بنبرة مستاءة. الماسكوت ده مرعب بطريقة فظيعة. خوفت حد يسمعها ويعتبرها قلة أدب، فقلت طيب، بس بصراحة مش شايفاها كول. الماسكوت كان طويل، أطول مني بحاجة بسيطة، وفروه كان ناعم بالرغم إنه متوسخ، بس بوقه الأحمر الطويل والمبتسم دايما بيخليني أحس بقشعريرة بجد. مش عايزة حضن؟ فجأة ميرنا شدتني ناحيته عشان نتصور معاه. وبعد كده فضلت تشدني على باقي الألعاب. بعد ما مشينا كتير كنت شوية فضولية تجاه الماسكوت، فرجعت أبص لقيته لسه في نفس المكان، بس راسه وعينه موجهين علينا بشكل غريب، كأنه بيراقبنا. يلا بقى، انت ما كنش لازم تتفرجي على حاجات مرعبة على يوتيوب. يمكن يكون كلام ميرنا صح، كان لازم ما اسمحش للمهرج ده انه يبوظ اليوم وأكمل يومي من غير إزعاج. وده اللي عملته. قضيت يوم جميل مع صاحبتي وخدنا صور كتير قوي كمان. الدنيا بقت ضلمة والساعة بقت 7 تقريبا لما كنا خلاص قربنا نمشي. المهرجان كان فاضي تقريبا والمحلات كلها بتحضر عشان تقفل. أول ما وصلنا للبوابة فجأة ميرنا وقفت. محتاجة أروح الحمام. إحنا شربنا كولا كتير فكان شيء طبيعي. طيب تمام بس بسرعة عشان المكان بيقفل. ميرنا رجعت للحمام وأنا فتحت الصور اللي صورناها في الصباح عشان أقضي الوقت. عدت 10 دقايق، بعدين 3 ساعة، بعدين نص ساعة، ولسه مفيش أي علامة من صاحبتي. بقيت قلقانة، فقررت أتصل بيها. التليفون بيرن بس مفيش حد بيرد. ميرنا دايما بتاخد تليفونها معاها، وده خلاني أقلق أكتر. أكيد بتهزر، هل فعلا ممكن تكون نسيت إني مستنياها عند البوابة؟ اتصلت بيها كذا مرة بس مفيش أي رد، فرجعت أدور عليها. المكان كان فاضي تقريبا ومفيش غير شوية تجار بيحضروا عشان يمشوا. ما كنش في غير حمام واحد في المكان، وميرنا ما كانتش فيه. قعدت أدور عليها بس برضه مش لاقياها. دورت في كل مكان، ولما الإحساس بالخوف بدأ يسيطر علي اكتشفت إن ماسكوت هاجي واجي لسه واقف في نفس المكان، لكن المرة دي ما كانش واقف، ده كان ساند على الجدار. معلش لو اسمحت، ناديت بصوت عالي برغم إن الماسكوت كان باصص عليا إلا إنه ما كانش بيتحرك. معلش، شفت البنت دي؟ وريت له الصورة اللي تصورناها مع بعض، بس مفيش رد، مفيش غير صمت مريب. معقول ده مجرد زيي؟ قررت أتأكد فلمسته، لكن أول ما لمسته جسم الماسكوت كله وقع على الأرض، وساعتها عرفت معنى الرعب الحقيقي. راس هاجي واجي وقعت وبدأت تتدحرج على الأرض، وكنت مش مصدقة اللي بشوفه. اللي جوه الماسكوت ما كانش حد غريب، دي كانت البنت اللي بدور عليها، بالرغم إن جسمها كان مجعد بالكامل إلا إني قدرت أتعرف عليها على طول. دي ميرنا، وعينيها مقلوبة ورقبتها مليانة علامات عميقة كأن حد خنقها جامد لحد ما ماتت. محدش عارف إيه اللي حصل، ولا حتى أنا ولا الشرطة، والتحقيق وقف عند نقطة سد. اللي معروف إن شركة بوبي بلاي تايم ما كانتش داعت ماسكوت هاجي واجي للمهرجان. أما الصورة اللي صورتها ميرنا، في الصورة دي هاجي
واجي كان واقف وراها، رغم إن راسه كانت متوجهة لي، إلا إن عينيه كانت ملتفتة على جنب كأنها بتبص على ميرنا، ولسه كانت ابتسامته المريبة موجودة.